لو هنتكلم عن اخطر الشخصيات في العالم هيجي في الشخصيات دي اندرو تيت. والحقيقة هو مش خطر علينا كأشخاص، لكن خطر على مؤسسات ومنظمات وحكومات كبيرة. هاشتاج أندرو تيت استخدم أكتر من 14 مليار مرة في العالم، وده رقم ضخم جدا جدا. عمل ضجة كبيرة وغريبة من نوعها في العالم. تخيل في عز الأحداث والكوارث والحروب والأوبئة اللي الناس كلها بتتكلم عنها، يجي أندرو تيت في يوم ويبقى حديث الساعة. فأكيد ده مش شخص عادي، ده شخص ذكي جدا وعبقري، واستخدم ذكائه في إنه يحول التراب لدهب حرفيا، وده بإنه استغل كل الظروف اللي حواليه لصالحه. فأندرو تيت يعتبر أفضل شخص سوق لنفسه في العالم، للدرجة اللي خلت الحكومات تحس بالخطر من رأيه رغم انه مجرد رأي، لانه كان مؤثر جدا على اخطر فئة عمرية واللي هي من 18 ل 25 سنة. فالسن ده هو اللي بيبدأ الحرب والثورات وبيسقط الحكومات، ومن هنا استشعرت الحكومات بخطورة شخصية أندرو تيت وتأثيرها القوي، فأعلنت الحرب عليه. أندرو مؤثر للدرجة اللي ممكن تخلي شباب يغيروا حتى معتقداتهم ودينهم بسببه. فتخيل بقى كم الإقناع والكاريزما اللي بيمتلكها. أندرو تيت استغل إعجاب الشباب لصالحه في الوقت ده للدرجة اللي خلته مليونير. مش بس كده، ده قدر يجندهم بأقوى سلاح في وقتنا ده واللي هو السوشيال ميديا. وبسبب انتشار فيديوهاته بشكل غريب بآراء جدلية ضد مصالح كتير للمجتمع اللي متواجد فيه، اتحذر في يوم وليلة من كل منصات السوشيال ميديا. أندرو بدأ من ملاكم وحياته عادية جدا، يتمنى عربية سوبر يركبها، لشخص بيمتلك بيزنس كبير واسطول عربيات قوي جدا واللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. فعلى حسب كلامه ما كانش بيفوت فرصة غير لما بيستغلها لصالحه، وطموحه كبير جدا وما بينتهيش. وفعلا ما اكتفاش بانه بطل العالم للكيك بوكسنج 4 مرات، وده لان شهرته وفلوسه محدودة ومرتبطة بالمهتمين باللعبة بس. فحب يعلى بالليفل شوية ويكسب فلوس اكتر ويوصل للعالم كله. ومن هنا بدأ شغله الخاص هو واخوه تريستيان تيت بتأسيس شركة محادثات فيديو مع بنات شغالة لصالحه، وقدر فعلا يكسب ملايين الملايين من الشركة. بعد كده اشتغل مع البرودكاست والبرامج، وكان في برنامج بيج براذرز، ومن هنا كانت نقطة التحول الكبيرة في حياته. وده بعد وقف التعامل معاه في البرنامج بعد اتهامات اتوجهت ليه بالعنف المجتمعي بعد فيديو انتشر ليه وهو بيضرب بنت. لكن بعد كده البنت طلعت وصرحت ان موضوع الضرب ده كان بالاتفاق وبطلب منها. وفي الوقت اللي اتطرد أندرو من البرنامج استشعر انه كده انتهى من عالم الشهرة والمال اللي كان بيسعى له. لكن اللي حصل كان عكس كده تماما، وتفاجئ انه شهرته زادت بأضعاف ما كان يتخيل. ومن هنا أدرك أندرو إن الشهرة مش هتيجي غير بالترند والأحداث الجدلية، وبدأ فعلا يشتغل على النقطة دي. فتغريداته على تويتر كترت، وكانت عبارة عن انتقادات جدلية لأحداث وأشخاص مهمين في الوقت ده، وكل تغريدة كان بيعملها كان بيزيد بآلاف المعجبين، ده غير فيديوهاته المنفصلة وأداؤه في البرودكاست. ورغم إنه بقى انفلونسر وليه مشاهدات بالملايين، إلا إنه برضه ما اكتفاش وأطلق دورة تدريبية لكسب المال، وكانت باسم هاستلر يونيفرسيتي، وكانت بتستهدف الشباب والبنات بشكل خاص، واختار افضل وامهر المدربين عشان يحقق افضل النتائج. وفعلا ده اللي حصل. فكره هاسلر يونيفرسيتي كانت انها دوره تدريبيه لاي حد بيدور على بيزنس، والبيزنس ده كان بيتمثل في عمل حر، تعليق صوتي، مونتاج، ودروب شوبينج. ومن فيديوهاته الدعائيه لهاسلر اتقدم شباب كتير جدا جدا وبشكل سريع. فب $49 انت تقدر تكسب خبره وتبدا شغلك الخاص. ومن هنا زادت شعبيه أندرو وزادت ارباحه، وقدر يوصل ل $11 مليون في وقت قياسي جدا. أندرو تيت لاحظ ان فيديوهاته بتنتشر بسرعه جدا على التيك توك اكتر من اي منصه تانية، وممكن تعمل ترند بسهوله، وده عن طريق الاكونتات الجديده. فقرر يضيف ده للبيزنس بتاعه، وقرر يخصص ميزانيه لفيديوهاته، وهو انك هتشير لي فيديوهات بمقابل مادي. وده كان حافز قوي جدا لنشر فيديوهاته الجدليه وللتسويق لنفسه ولدورته التدريبيه. وده كان بيتم بعموله لاي حد هيجيب طالب جديد في هاسلر مقابل $25 عن طريق نشر فيديوهات لاندرو وتحتها رابط لهاسلر يونيفرسيتي. وابتدت فعلا الارباح تزيد بشكل كبير جدا، واندرو استفاد والطلاب استفادوا. لكن المستفيد الاول كان أندرو تيت، ولان الكاريزما كانت اكبر عامل لارباح أندرو فقرر يستثمر في نفسه وفي حياته، وبدا يعمل حفلات ويصرف مكافآت كبيره ويعمل فيديوهات عن حياته الشخصيه. واستثمر جزء كبير من فلوسه في السوبر كارز، لانه اكتشف ان دي اكتر حاجه بتحقق مشاهدات وبتظهره بشكل غني جدا وبتوصله للكاريزما المطلوبه. فالعربيات دي عملت له شو رهيب لاي مكان بيروحه. فكان عنده اسطول مميز جدا من السيارات الرياضية، وكان بيجمع عربياته من أمريكا وأوروبا ودبي.
وفي الفيديو ده هكلمك عن انواع العربيات اللي بمتلكها تيت باسعارها، لكن مش هقدر اكلمك عن تفاصيل ومواصفات كل عربيه، وده لان كل عربيه فيهم حكايه، وخاصه البوجاتي اللي ليها قصه تانية مع اندرو تيت، وده هيبقى فيديو منفصل. اول عربيه بي ام دبليو ام 5 كومبيتيشن وسعرها $105,000. تاني عربيه مرسيدس مايباخ في كلاس وتمنها $150,000. تالت عربية لامورجيني هوراكان ايفو سبايدر وسعرها $230,000. رابع عربية فراري 458 وسعرها $245,000. خامس عربية مرسيدس اس 63 اي ام جي وسعرها $250,000. سادس عربية بورش 911 جي تي 3 ار اس وسعرها $315,000. سابع عربية استون مارتن سوبر ليجرا وسعرها $315,000. تامن عربية فراري 812 سوبر فاست وسعرها $360,000. تاسع عربية رولز رويس رايس وسعرها $380,000. عاشر عربية ماكلارين 765 واللي سعرها $380,000. اما اخر عربية بوجاتي شيرون وسعرها $3 مليون. ودي كانت عربيات اندرو تيت. روح بقى اطمن على عربيتك وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.